السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الأعزاء من جميع أنحاء العالم، الإخوة اللي في داخل المغرب وخارج المغرب، وغادي نتابع معكم في هذا الفيديو آخر الأشغال الجارية في ملعبي البريد والحسن ومنيل الحسن بمدينة الرباط داخل المملكة المغربية. هذا الملاعب من بين الملاعب اللي غادي تحتضن كأس إفريقيا للأمم 2025. وقبل ما نبداو ما تنساوش تقدموا الشكر الواجب للأخ ديالنا والصديق صاحب قناة رباط المعرفة. وإذا عجبكم المحتوى ديالنا ودعمكم باللايك واشتراك غادي يخلينا نستمروا ويخليكم توصلوا أيضا بجديد الحصريات الملاعب كرة القدم المغربية. نبدأ أولا من ملعب مولاي الحسن، وغادي نشوفوا الآن الأشغال الجارية في المحيط الخارجي اللي كتشمل حاليا أعمال الردم بالحصى المتدرج اللي كيسبق عملية فرش الجيكو ستايل أو ما يعرف بالصوف الأبيض. وقبل عملية الفرش كتكون هناك أعمال العزل المائي على الجدران الخارجية لحمايتها من مياه الأمطار. نوع الخرسانة اللي كتخدم بها في الحواجز الخارجية هي تايت ووتر، فيها مواد مضافة كتمنع تسريب المياه وكتم خلطها مباشرة في الميكسر أو الخلاط اللي موجود جانب الملعب. الاهتمام إخواني بهذه التفاصيل الصغيرة كيعطي المنشأة واحد العمر أطول، سواء كانت منشأة رياضية أو منشأة أخرى. بالنسبة للمدرج الأرضي نسبة الإنجاز فيه مرتفعة، وغادي يزيدوا فيه خدمات كثيرة للجمهور بحال الممرات، المراحيض، الكافيتيريات ومناطق البيع اللي غادي تكون كلها تحت المدرج الثاني العلوي باش تستافدوا من المساحة ويعيش الجمهور تجربة مريحة ومتكاملة. أسفل المدرج الأرضي كاين حاليا أشغال صب الخرسانة المسلحة مباشرة فوق التربة باش يمكنوا من تقسيم المساحات المعمارية بلا هبوط للتربة. قبل هذا الشيء دارت واحد البنية التحتية بحال تصريف المياه، التنظيف وتمديدات الكهرباء. بالرغم من أن الملعب مولاي الحسن صغير من حيث الحجم، إلا أن طريقة التعامل معه تقنيا كتعتمد على فواصل إنشائية ضد الهبوط والزلازل بحال الملاعب الكبيرة، حفاظا عليه على المدى البعيد. من بعد كاين تقدم ملحوظ في جهة الشرق اللي بدات فيها أعمدة الطابق العلوي وبدات أعمال تثبيت المدرجات الخرسانية واللي كيتبعها تركيب المدرجات مباشرة. الجهتين الشمالية والجنوبية كانوا متأخرين شوية، ولكن دابا كيبان تقدم كبير خصوصا في الأعمدة والمدرجات العليا اللي غادي تكون مخصصة للفي اي بي والبث التلفازي. أما ملعب البريد فغادي يتابعوا فيه بداية الأشغال في الركائز ديال سلالم الجمهور اللي غتوزع في الأركان بسبب ضيق المساحة في جهات الشمال والجنوب. من الجهة الشرقية المدرج الأرضي تقريبا كمل، وكاينة فتحة في النص خاصة بتخزين معدات صيانة العشب. المدرج العلوي سلالم الجمهور غادي يكونوا في القناة لأنه الشمال والجنوب ضيقين شوية، شي علاش داروهم في القناة ديال الملعب. أما الغرفة اللي كتظهر من فوق المدرج الثاني فهي من المحتمل أنها تكون مدخل للجمهور، وغادي يكونوا فيها مدخلين جانبيين لتسهيل عملية الولوج ديال. أما بخصوص الجهة الشمالية المطابقة أساسا للجهة الجنوبية فهما هنايا بصدد تركيب الأساسات اللي غادي تقوم بالحمل ديال المدرج الثاني اللي هو بالأصل مدرج صغير كيحمل فقط 5 ديال المدرجات في الجهة الشمالية، وبالتالي غادي يكون المدرج الثاني داير بالمركب بشكل كامل كما كتشوفوا هنايا في الصور. نكون وصلنا هذا الفيديو المخصص للتحليل التقني لملعبي البريد وملعب مولاي الحسن بالرباط. نتمنى يكون هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم، متنساوناش باللايك والاشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد.